تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. فيا من أراد لنفسه الرفعة، ومن أراد لنفسه السلامة، ومن أراد لنفسه العز، ومن أراد لنفسه الخير، ندعوك أن تقرب من دعاة السنة والجماعة. لم يدعوك إلى انتخابات ولن يدعوك إليها، لم يدعوك إلى حزبيات ولن يدعوك إليها، لم يدعوك إلى أن تدفع مالك لهم ولن يدعوك إليها. شأنهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن إلى ماذا يدعون؟ يدعونك إلى أن تفرد الله بالعبادة، ويدعونك إلى أن تصلح عقيدتك على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، العقيدة التي نزل بها القرآن والوحي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها خير القرون وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. يدعونك إلى أن تكون في عبادتك كما كان صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في جميع الأركان. يدعونك إلى أن يكون بيعك وشراؤك وهبتك وعطاؤك وجميع شأنك على مقتضى الشريعة. يدعونك في لباسك، في أكلك، في شربك، في حضرك، في سفرك إلى أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكل بسم الله وتنتهي على حمد الله، تنام على وفق السنة وتقوم على وفق السنة بالمجيء بالأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها والتي نخطب بها والتي نؤلف الكتب في بيانها. هذه هي الدعوة التي تنكر لها من تنكر وتغير عليها من تغير، مع أنها في واقع الحال لا تدعو إلا إلى امتثال القرآن العظيم والسنة النبوية وعودة الناس في دينهم إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل العز والتمكين والنصر. بشر هذه الأمة بالرفعة والعز والنصر والتمكين والسناء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في شأن الدنيا فلا نحارب أسباب رفعة الأمة، أسباب رفعة الدولة، أسباب ارتفاع الاقتصاد، أسباب القوة العسكرية إلى غير ذلك، بل نحن نؤيد كل ما يقوم به الناس بما لا يخالف الشريعة في إصلاح دنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حين نهاهم عن تأبير النخل: فلما لم يأتي بما كان يأتي به من قبل وسألهم ما السبب، قالوا: يا رسول الله قلت لو لم يؤبر كان خيرا، فهذا هو. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن لا نعارض أهل الدنيا في دنياهم،